جاي اسمع، ما راناش خايفين، حنا الاولين نجيبوا فرنسا والارجنتين، حنا دياش معولين وفان خلاهم تالفين، ندير يا بولو الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. خذ ديالي كما كتعرفوا ان مانويل ماكرون كان السائل الرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم، فهاد البارديدو هذه اللعبه ديال فرنسا كنكون هو حاضر، فحنايا كاملين بينا خصنا في وسط الملعب نصليو على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلا ما نقول لكم. وهذا الفيديو هذا بغيتي تبارطاجا، وتحيا فلسطين، تحيا فلسطين، وتحيا المغرب. تعز شي سعيد بشوفتك، شرفنا فيك. الله يبارك فيك للشرف. الله يسعدك، ونورت الدوحة. والله منور بعد. الله يجزاك خير وسلام. نغني؟ نغني يلا. هيا 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 يا المغرب تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا. ليتس جو مغرب. وما يمكنش هذا المنتخب يكونوا هاد الناس يشجعوه، وهاد الناس كيدعيو ويطلبوا معاه هاد النوع ديال الناس بحال هادو. تخيلوا معايا ويخسر مستحيل. ما شاء الله عليهم هادو خوتنا المسلمين في اندونيسيا، اكبر دوله اسلاميه في العالم. شوفوا الطريقه ديال التشجيع ديال هذا المنتخب الوطني المغربي، وشوفوا الطريقه كيفاش احتفلوا. الله اكبر، يا سلام يا سلام يا سلام. عندنا واحد الحساب قديم مع الرئيس الفرنسي. الرئيس الفرنسي غيكون في التيران في الملعب. داك الرئيس الفرنسي اهان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنا غنبينوا له شنو هما المسلمين. الجماهير اللي غيكونوا في التيران الله يجازيكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. بلغوا خوتي هاد الرساله الله يجازيكم، الدل على الخير كفاعل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهان لا يهان. ردوا له الاعتبار باذن الله السميع العليم. رابحي 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 مربوح ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. كما تعرفوا الخوت، نهار الاربعاء ان شاء الله المغرب لعب في النصف النهائي لكاس العالم ضد فرنسا. المغرب في النصف النهائي لكاس العالم. سمحوش نلبيو ودني. المغرب اللي خلى كاع العرب والقاره الافريقيه كاملين يخرجوا ويفتخروا ويحتفلوا بهذا التاهل هذا، وخلانا حنا المغاربه نزيدوا نفتخروا بالتمغربي ديالنا وبلادنا، ونخرجوا لابسين هاد التوني وراسنا الفوق. وان شاء الله مازال طامعين في كثر، مازال طامعين في كثر. ما حدك لعب مع الربعه الافريقيا الاخرين في النصف النهائي، راك لاعب على كاس العالم بقدره الله سبحانه وتعالى، والنيه اللي مازال دايرين والقتاليه ديال اللعابه. ان شاء الله الخير مازال جاي. ولا ما كتبتش النصف النهائي يا حبيبي، سير وصلي عاد اجي هضر معايا. والناس اللي غيتفرجوا في الملعب راه غيكون الرئيس تاع فرنسا حتى هو. بغيتكم ترحبوا به، ذكروا الله وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس اللي تيقول لك هادشي سحور، السحر ديالنا حنا مغاربه هو انه حنا مغاربه وثقتنا في الله كبيره، معنا ربي وما نخافوش. اخوان فرنسا بالضبط فرنسا ما غاديش تربح وما خنخليوهاش تربح. بالضبط فرنسا هاكاك فرنسا وديال المغرب ومربوحه. حنا كنخافوا من اللي خلقنا ودايرين النيه. خوت غدا غنلعبوا ان شاء الله مع فرنسا، وماكرون من الناس اللي كيهينوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما ديما تيقلل اللعب. لهذا غدا ان شاء الله اي واحد في قطر، اي واحد عنده فرصه انه يقول غدا لرسول الله منين يتلاقاه باذن الله. حنا كمسلمين كاملين كنتمناو ان شاء الله يوم القيامه تلقاو رسول الله، نقولوا له درنا هاد اللعيبه على قدك، درنا هاد اللعيبه على ودك، درنا هاد اللعيبه على قدنا ولكن على ودك درناها رسول الله. يسولك رسول الله شنو درتي على قبلي، كما الناس اللي كانوا في العهد ديالو كيتعرضوا للسهومه باش يدخلوا فيهم والسيوفه باش يضربوا بهم يطروا لهم يديهم ويتشلوا ويتهرسوا ويموتوا على ود قبل الدين. انت غدا رسول الله خاصك تكون غادي عنده دير شي حاجه بيدك واخا معنويه، العهد ماشي هو العهد ولكن غتكون قلتي شي حاجه ودرتي شي حاجه على ودو. دونك غدا بغينا في التيران ضروري شي مومون سورتو الا كان حاضر داك الحماري د ماكرون ان شاء الله بطريقه راقيه نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ماشي مره ماشي جوج، باش باذن الله تكون انت يعني واحد الحارس لينا ان شاء الله باش نفوزوا باش نعميو لهم العينين. فوالا هادشي اللي كاين. اي واحد في قطر
يدير هذه اللعبه فهي فرصه ليك. وانا والله كون كان جات عليا تنجي على ود هذه اللعبه، نجي غير على ود هذه اللعبه ما على حتى شي حاجه اخرى. فوالا هادشي اللي كاين، فرصه لا تعوض، عملوا يعينوا بها. يا ربي هذا اليوم الماطر انها تفوز المغرب، للناس اللي بدها تحضر المباراة وتروح تشجع المغرب بقطر وهم مش من المغرب، اسمعوني شوي. انا هلا حاليا في المغرب جبت لكم المقولات اللي بيحكوها بالمباريات، لما يصفقوا كلهم مع بعض هم بيحكوا سير مش زيد. انا كنت افكر اول شيء انها زيد بس هي سير. والشيء الثاني الشيء الثاني لما يحكوا هي انتم بتحكوا لهم بتكملوا يا رب الله يا رب الله يا رب الله. هاي المقولتين مهمين في مباراة اليوم تشجعوا الناس المغرب فيها. والاشياء الثانية بحكي لكم اياها. جمهور المشجعين المسلمين في قطر، هذا المخلوق ولمن لا يعرفه رئيس الإفرنجة والذي أساء لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه سيكون حاضرا يوم الأربعاء في مباراة نصف النهائي، لذا نريد منكم أن تصدحوا بأعلى أصواتكم وتهزوا المدرجات بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها بركة وخير عظيم. اجعلوها شعارا لكم حتى يرتعب قلب القردة أمثال ذاك ويزلزل كبرياؤه وتتلون وجوه أتباعه بألوانهم. فإن فزنا فذاك المرام والمبتغى ولله الفضل والمنة، وإن هزمنا فذاك رزقا كسبنا وبذكر الله اطمأنا ولذكر الله أكبر. وأنزل علينا صلوات منه أضعافا مضاعفة، قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، وفي كلتا الحالتين فهو انتصار لنا، ونكون بذلك قد كسبنا احترام العالم كله لديننا وقيمنا ورسولنا وأمتنا. السلام عليكم. وانا كنبغي نلفت النظر على واحد النقطه كتخص مباراه نصف النهائي بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي اللي خاصكم تعرفوها الاخوان، وانه المنتخب الفرنسي راه كيساعد ماشي غير هو، راه تيساعد شعب وحكومه لدرجه انهم كيوجدوا طائرات غادي يجيو بالجماهير ديالهم من حقهم. المدرب ديالهم ما خلاهمش يحتفلوا مع العائلات ديالهم، ما خلاهمش انهم يشربوا كحول وداك الشيء، برغم انهم راهم احتفلوا من بعد الماتش ديالهم مع بولندا. قال لهم لا، ماتش المغرب مهم، لدرجه انه الرئيس ماكرون راه دابا مشى لقطر باش يحضر الماتش. يعني بالنسبه لهم هذا الماتش هذا راه مهم جدا. انا حاجه وحده سمعت واحد الفكره وقلت علاش ما نطلبهاش منكم تبارطاجيوها مع بعضياتكم وتوصل بالاخص للجماهير. للاسف ما قدرتش انا نمشي نحضر في قطر، ولكن راه كاينين مغاربه تما كنتمنى انها توصل كذلك الفكره. لو لقيت انا غيبدا الماتش ان شاء الله ملي غادي يكون رئيس فرنسي تما، بغينا الجميع يصلي على الحبيب. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. كلكم عارفين القصه ديال الرئيس الفرنسي ماكرون حينما اساء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونظر لفعلته على انها حريه راي وتعبير. بغينا نوصلوا انه حنا كمغاربه كافارقه كامازيغ كمسلمين كعرب انه حنا كذلك عندنا حريه راي حريه تعبير. لذا الناس اللي غيكونوا في الملعب بغينا نكون كاملين نصليو على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. وباذن الله ان شاء الله الواحد القهار غادي نربحوا ان شاء الله، غادي نربحوا ان شاء الله، وغادي تكون اجمل قصه في تاريخ كره القدم. اللي ما عارفينش بزاف الناس انه الفيفا راه ما بغاتناش نتاهلوا. رئيس الفيفا راه حتى واحد فيكم ما شاف رده الفعل ديالو، راه تشوفوا في فيديو راه كاين عندي دابا في القناه تاع اليوتيوب، انه ما كانش باغي المغرب كاع يدوز. ما كاينش حال المغرب يدوز، كان هو عنده حلم انه ميسي ورونالدو يتلاقاو في النهائي. يعني بالنسبه لي اخر مونديال خاصهم يتلاقاو. يعني توقع اخي المغربي انه ربما تقدر تكون واحد الكارثه تحكيميه، ولكن نديروا النيه، نفكروا بوزيتيف، ان شاء الله راه غادي نربحوا، ان شاء الله غادي نربحوا. ما علينا فقط غير الدعاء لهم والمسانده حتى لاخر رمق ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم الناس اللي غيكونوا في الملعب صليو على الحبيب، الناس اللي غيكونوا في ديورهم صليو على الحبيب، الناس اللي غيتفرجوا في القهوه صليو على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله ربي ما غاديش يخيبنا، ان شاء الله باذن الله ما غاديش نخيب. اخوان كما كتشوفوا ان شاء الله نهار الماتش نهار الاربعاء
كل شيء، حيت ماكرون غايب بيان سور يكون كيتفرج في الماتش، هو كان عاير الرسول عليه الصلاه والسلام. كل شيء غنبقاو نصليو على النبي ان شاء الله في نهار الماتش. كما شفتوا واحد الصحفي فرنساوي قال لهم بالله الملك والمغاربه خص يطلبوا السماحه حيت رفعوا العلم ديال فلسطين. On n'introduit pas un drapeau palestinien sur un stade comme ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on entende le roi ou ses ministres. كما سمعتوا حنا غادي نطلبوا السماحه بالطريقه ديالنا، نجيبوا معنا مازال ضربوا فلسطين ولا غير ديك الشهر اللي هنايا راه كيتباعونا في سوق واقف عجات، باش ضروري نديروهم احسن من السفاره، احسن من كل شيء. يوم الأربعاء هذا المخنث العنصري السافل بده يحضر لعبة المغرب وفرنسا. جماهير شعبنا، جماهير وطننا العربي، ارفعوا الأعلام الفلسطينية، كبروا على طول اللعبة، ارفعوا شعارات محمد رسول الله، ارفعوا شعارات الإسلام، صيحوا له، سمعوا صوتكم ان فلسطين حرة عربية فلسطينية. ومهما تعامل مع اخوتنا من المغرب العربي في فرنسا بعنصرية، فهموا ان يوم النصر قادم، وان راح يدعس عليه وعفريقة، وكما طردت الجزائر والمغرب العربي العنصرية الفاشية سنطردهم بإذن الله يوم الأربعاء. خوت واش بغيتوا المنتخب الوطني المغربي يفوز على المنتخب الفرنسي ان شاء الله، وان شاء الله سمعوا معايا مزيان، وبغيتكم هذا الفيديو هذا وصلوه للمشجعين اللي في قطر، المغاربه اللي في قطر بغيتهم يوصلوا هذا الفيديو هذا. عرفتوا علاش ولا لا؟ حيت ماكرون غيكون حاضر باش يشجع الفرقه الفرنسيه ديالو، وحنا عندنا حساب قديم مع ماكرون. وحمزه الخالدي هو اللي طلع هذه الحمله هذه، جزاه الله خيرا. الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غتقولوا في المدرجات لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد حبيب الله. ان شاء الله غنزعزعوا بها المدرجات في قطر ان شاء الله، وغنشجعوا بها المنتخب الوطني المغربي ديالنا اسود الاطلس، منتخب الساجدين. وان شاء الله غيكون واحد النصر عظيم. افضل الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ياك كنا الحمد لله كندعيو، ياك دعينا معاهم الحمد لله وفازوا وربحوا، وان شاء الله دابا غندعيو معاهم وغنصليو على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الملاعب، وغنصليو عليه في المنازل ديالنا، وكل شيء بغيت المغاربه يصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وبغيتها توصل للمشجعين بل الجمهور المغاربه اللي في قطر، يعني المشجعين اللي كاينين في قطر، المغاربه اللي كاينين في قطر، بغيتكم توصلوا لهم هذا الفيديو هذا، وقادرين توصلوا لهم الفيديو هذا. والله وجزاك الله خيرا الشيخ حمزه الخالدي. غنخليكم تسمعوا، ها هو التفتوي غيقول لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولن يخيب شعب يصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام كله ان شاء الله. النصر قادم، النصر قادم وبدايه الخير ان شاء الله. هو حمزه الخالدي، اسمعوا شنو يقول. بغيتو المنتخب المغربي يفوز نهار الاربعاء على المنتخب الفرنسي، وهذا الهم وهذا التفكير، وكتدعيو وكتقولوا يا ربي يفوزوا على هذا المنتخب ويتاهلوا للفينال. سيدي ما كاين بعث رسالتي المسلمين، عندنا حساب قديم مع ماكرون، والحساب ماشي سهل، الحساب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو دواء صموا على رسول الله، وحنا في الجمهور اللي يحضر كامل حتى هو غادي يدوي بصموا على محمد صلى الله عليه وسلم. الشعار اللي غتردوه كاملين لا اله الا الله محمد حبيب الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. كثروا الصلاة على النبي، الصلاة على النبي ياك تتفاجئ الهوان، ياك الصلاة على النبي كتدي الهم، ياك الصلاة على النبي كتحيد الغم، ياك الصلاة على النبي كتجيب الربح مع الله. ورددوها اعتزازا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا تنصروه فقد نصره الله. نصروه وديروا النية باش ربي سبحانه وتعالى يفرح